عسلامة عسلامة. اليوم باش نقدم لكم طريقتي في خدمة عجينة الدقلة. لكن قبل هذا كل نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت محضرة الدقلة، نحيت لها القلوم متاعها، غسلتها حطيتها في المجفف باش تشيح من الماء، ثم قعدت نحضر في الماكينة متاعي. الماكينة هي بطبيعة الحال نظيفة لكن عاودت غسلتها ومسحت لي بياس اللي فيها الكل وركبتها وبديت نخدم في بعد ما نرحي فيها. دونك الدقلة اللي خديتها ديما نركز نثبت فيهم بالكعبة، نحي البوشون الفوقاني متاع الدقلة ونزيد نثبت فيها من داخل هل هي نظيفة. بعد ما كملت رحيتها بطبيعة الحال، عملتها في بلاستيك غذائي، لفيتها أعطيتها الشكل اللي تشوفوا فيه اللي شفتوه في أول الفيديو. بيان سور الدقلة اللي نختارها لازم تكون دقلة ماهيش طرية برشا وماهيش يابسة برشا، على خاطر إذا كان ما كانتش معناتها، إذا كانت نقولوا احنا طرية برشا فمش تفسد معايا، وإذا كان هاي يابسة مش تبدأ يابسة مش تطوعني في الخدمة. صحيح تطوعني في وقت مانيبيولاسيون، لكن من بعد كي نجي نخدم بها الباط نلقاها يبست لي، كي نجي نخدم الحلوم تاعي نلقاها يبست وكل. كيما تشوفوا كل لون محلاه كل هذيك هي الدقلة بيولوجيك. حبيت نقول لكم اللي الطريقة هذه تخلي الدقلة تصبر معايا حتى عام من غير ما تفسد، من غير فريجيدير. دونك بعد ما كملت نحيت معناتها رحيتهم الكل. غسلت يدي بيان سور وعاودت مسحت البلان دو ترافاي، فرشت الفيل ميتيرابل على طول لو بلان دو ترافاي، ونحيت معناتها بالبول كل بول تسكيلو، ونقعد من بعد نقعد نغلف فيهم بالكعبة الشكل بيان سور تعملوا مستطيل باش يكون يعني نقولوا احنا براتيك، يعني طريقة عملية. دونك نغلفهم بالكعبة وبعد نحط ليتيكيت لازم تكون على دات دو فابريكاسيون. وهذه هي الكمية، معناتها كل مرة نخدمها على حسب الطلب وحسب الكوموند وقت اللي تجيني قداش نخدم. دونك إذا كان انتم مهتمين ولا انتريسي بالبرودوي هذا، راني نخدم سور كوموند، نحضر كل واحد الكمية اللي حاجته بها. تنجموا تتصلوا بيا، تخلوا لي ميساج على الصفحة ونبعث معناتها نعمل توصيل البلد بالدار. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.